احنا بنعيش عصر الاحتراف، وانا هروح النادي اللي عاوزني واقدر افيد وبياخد بطولات، يعني هيصيطني من الاخر وابقى مشهور. هروح للنادي الاكتر بطولات واللي بيراهن على الاهلي دايما كسبان. الكلام ده قاله نجم الاسماعيلي عبد الرحمن مجدي، والجماهير فهمت هو عايز يروح فين. لكن المفاجأة في رد إدارة الأهلي على اللاعب. يا ترى قالت ايه؟ وايه موقف الزمالك من التعاقد مع اللاعب؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في عرب 22. عبد الرحمن مجدي لاعب النادي الاسماعيلي طلع في برنامج مع احمد شوبير واتكلم عن مستقبله وعايز يلعب مع مين، الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز. لكن كلامه كان صريح ومفاجئ للكل، حتى احمد شوبير نفسه قال له عرفنا انت عايز مين. لاعب الاسماعيلي قال انا دلوقتي في نادي كبير وما ينفعش اقعد مع نادي تاني وانا على ذمة الدراويش. قبل كده قعدت مع الزمالك علشان عادي كان اتفسخ من الاسماعيلي، وقلت للاداره انا عايز اجدد للنادي علشان يستفيدوا من بيعي بدلا من الانتقال الحر للزمالك. وقعد مجلسين اداره الزمالك والاسماعيلي في وقت المستشار مرتضى منصور مع بعض، لكن المفاوضات ما كملتش علشان الاسماعيلي طلب فلوس اكتر من اللي كنا متفقين عليه، وبعدها جددوا العقد اللي كان معمول بفلوس كتير وقعدت لحد دلوقتي في النادي. ومن فتره طلع ناصر ابو الحسن رئيس الاسماعيلي وقال مستعد لبيع احمد عبد الرحمن مجدي للاهلي علشان كان في كلام من الاهلي انه عايز يمضيه، وانا كان عندي مشكله اثرت عليا في الانضمام للقلعه الحمراء، واخدوا فكره عني اني مش ملتزم وهعمل مشاكل في الفريق، لكن انا دلوقتي عندي بنتين وعايش حياتي لاسرتي واهلي بس. المشكله اللي حصلت ليا في الاولمبياد لما قالوا اني تحرشت بواحده كنت مظلوم فيها، لان لو حصلت بجد ما كانش الموضوع في اليابان هيعدي. الناس هنا في مصر بتدور على الترند، وانا اتحرمت من اللعب في الاولمبياد، وبعدها لعبت مع الاسماعيلي واجتهدت مع الفريق وانضممت للمنتخب مره تانية. انا بفضل العب للزمالك او بيراميدز ومش الاهلي عشان جماهير الاسماعيلي مش عايزين اروح الاهلي، لكن احنا بنعيش عصر الاحتراف وانا هروح النادي الاكتر بطوله، ومش هعمل ازمات في الاسماعيلي عشان اجبرهم على الموافقه على رحيلي، وهمشي بالطريقه اللي تعجب اداره الجمهور. مصادر قالت اداره النادي الاهلي مش بتفكر في نجم الاسماعيلي، ولجنه الاسكواتنج مش حاطه عبد الرحمن ضمن قائمه اللعيبه المطلوبين في الاهلي دلوقتي، لكن هيشوفوا السي في بتاع اللاعب وهيعرضوه على مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ولو عجبه واهتم بيه هنبدا اجراءات التعاقد مع اللعيب وهنتفاوض مع الاسماعيلي، خصوصا ان رئيسه مرحب ببيع اللاعب للاهلي. وكمان مجلس اداره نادي الزمالك اللي عايز يبني فريق جديد لما اتعرض عليه كلام اللاعب قال هو ما قالش الاهلي ولا الزمالك، هو عايز يلعب في نادي بطولات واحنا نادي بطولات، واي حد يتمنى يلعب في الزمالك، وهنشوف رغبه اللاعب لو عايز يجي الزمالك اهلا بيه، وهنعرضه على جوزيه جوميز هو المسؤول عن الصفقات الجديده، واحنا بنشتغل على حسب طلبات المدير الفني. اداره النادي الاسماعيلي ما عندهاش مشكله في بيع عبد الرحمن مجدي لاي نادي حتى لو الاهلي، وده اللي اكده ناصر ابو الحسن رئيس الاسماعيلي وقال الجمهور بيحكم بالعاطفه، لكن المسؤول عايز يحل مشاكل الفريق وممكن نستغنى عن اللاعب عشان احتياجاتنا الماديه، واحنا في عصر الاحتراف وانتقال اللاعبين الى الاهلي امر طبيعي.